المستوى الثنائي الآن، وناقشنا القضايا الملفات الإقليمية والدولية، ونحن نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة ومع تأسيس الميثاق الأممي، ونحن ندعم الاحترام من قبل جميع الأطراف الحق جميع الدول على تقرير مصيرها. وطرقنا كذلك الشؤون الإفريقية والمواضيع المتعلقة بإقليم المغرب والشرق الأوسط وفي بحر الأبيض المتوسط وفي العالم كله. وناقشنا كذلك التسوية في الصحراء الغربية، وأن روسيا مهتمة في الوصول إلى التقدم في هذا الملف، إن الموقف الروسي يبقى متوازن وغير متحيز وغير خاضع للتغيير، ونحن ندعم الوصول إلى تسوية مستدامة وطويلة الأمد على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة. ونحن ننوي مواصلة تمسكنا بهذا الخط المبدئي الهادف إلى التطوير وبلور القرارات المناسبة لكل أطراف النزاع. بصفتنا مشاركين في مجموعة الأصدقاء لأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية، سوف نعمل على ذلك وندعم جهود الوساطة لمبعوث الخاص لأمين العام في الصحراء الغربية ستيفن دي مستورة. ونحن ننطلق من حميد توفير الظروف المناسبة لعمل فعال لبعث الأممية في الصحراء الغربية التي تلعب دور مهم لبسط الاستقرار على الأرض. وناقشنا على المستوى الثنائي الآن، وناقشنا القضايا الملفات الإقليمية والدولية، ونحن نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة ومع تأسيس الميثاق الأممي، ونحن ندعم الاحترام